السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله يصلي على النبي. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا كده فيديو كده بسيط، يا رب ينول اعجابكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه كده ما اشتركتش في القناة بتاعتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا المتواضعة، عشان تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. وقبل ما نبدأ الفيديو طبعا كالعادة بحب ان انا ارحب بكل حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني، وبقول لهم وجودكم كالعادة على راسي من فوق. واهلا وسهلا بكل حبايب قلب المشتركين الجداد، بقول لهم شرفتوني ونورتوني. ولو لسه كده زي ما قلت لك ما اشتركتش كده في القناه بتاعتي، يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت كده تشيري كده الفيديو مع اصحابك عشان قناتنا المتواضعه دي تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. ويا ريت يا حبايب قلبي ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم والتعليقات الجميله اللي انا طبعا بحب ان انا اقراها وبستناها منكم. يا ريت كده تشجعوني عشان ان شاء الله نكبر بيكم وليكم باذن الله. يلا بينا كده على بركة الله نسمي ونشوف النهاردة الفيديو بتاعنا عبارة عن ايه. الفيديو ان شاء الله النهاردة بتاعنا عبارة كده عن شوية مشتريات جديدة، فحبيت ان انا عشان الحاجات دي عجبتني حبيت ان انا اشاركها معاكم. مش اول مرة اجيب المشتريات دي، بس عشان هي كويسة او استخدامها كويس فحبيت ان انا اشاركها معاكم. إيه، حبيت ان انا افيدكم زي ما انا استفدت منها. يا رب كده الفيديو بتاع النهارده ينول اعجابكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله اغلى اخوات. يلا بينا كده على بركة الله نشوف الفيديو بتاعنا كده عبارة عن ايه. هنشيل كده البونبونيرة كده القمر بتاعتنا دي نحطها على جنب كده. واول حاجة معانا بقى سائل غسيل الايدي ده، عايزه اقول لكم ان ريحته تحفه واستخدامه برضو ما شاء الله جميل جدا. السائل ده اسمه روفويل. عايزه اقول لكم ان انا اول مره بصراحه ان انا استخدمه، بس عايزه اقول لكم ان الريحه بتاعته تحفه جدا. على فكره انا استخدمته واخدت منه كده جربته يعني. عايزه اقول لكم ان هو استخدامه جميل جدا وحلو جدا عن الصابون اللي هو الصابون العادي كده اللي هو بريحه اللي احنا بنستخدمه الاستخدام اليومي ده. عايزه اقول لكم ان ده جميل جدا وريحته بتفضل في الايدين فتره. ده طبعا بريحه العود. في طبعا روايح كتير بس انا حبيت الريحه دي اكتر. عايزه اقول لكم ان الريحه بتاعته جميله واستخدامه جميل جدا. اول مره ان انا استخدمه، بس عايزه اقول لكم ان هو ريحته ما شاء الله جميله جدا. طبعا ده كان سعره 45 جنيه. عايزه اقول لكم ان الحجم بتاعه كبير، يعني انت لو مثلا بتستهلكي في الشهر صابونتين او 3 ده ممكن يكفيك الشهر وزياده كمان، لان اقل منه بيرغي وبيبقى جميل جدا. عايزه اقول لكم ان السعر بتاعه كان اللهم بارك كان عامل 45 جنيه. ده كان اول نوع كده ايه معانا. نيجي هنا بقى لتاني حاجه كده معانا، وغسول البشره ده من بوبان. عايزه اقول لكم ان هو استخدامه اكتر من تحفه، يعني ما شاء الله جميل جدا. في حبيبات كده زي الصنفرة او حبيبات كده من الفحم. عايزه اقول لكم ان ده كده للبشره الدهنيه والمختلطة كمان، يعني انت لو بشرتك دهنية او مختلطة ممكن تستخدميه. عايزة اقول لكم ان ده مش اول مرة ان انا بستخدمه، بس المنتج ده جميل جدا. جربيه كده لو انت البشرة بتاعتك دهنية كده او مختلطة، جربيه وان شاء الله هيعجبك جدا يعني. ده السعر بتاعه كان عامل 50 جنيه. ده الغسول ده كان عامل 50 جنيه. كان ملي 150 ملي، يعني بيقعد معايا فترة طويلة جدا. 150 ملي دول زي ما قلت لكم السعر بتاعه كان عامل 50 جنيه. ده كان تاني منتج كده معانا. طبعا يا حبايب قلبي انا مش بعمل اعلان ولا بعمل ريفيو على حاجة معينة. انا الحاجة اللي انا بجيبها وبعرف ان هي كويسة او بستخدمها وبلاقي الاستخدام بتاعها كويس بحب ان انا افيدكم بيها. نيجي هنا بقى للحاجات اللي انا ما بستغناش عنها خالص. المسكرة دي من ان. عايزه اقول لكم ان انا يعني بحب الماركة دي جدا، وقبل ما تخلص عندي بصراحة بكون جايباها.
المسكرة دي، المسكرة دي من MN. انا عايزة اقول لكم ان هي تحفة. هوريكم كمان الفرشة بتاعتها، دي الفرشة بتاعتها. عايزة اقول لكم ان انا بحب النوع ده من المسكرة جدا. المسكرة دي كانت عاملة معايا 45 جنيه. المسكرة دي كانت عاملة 45 جنيه. نيجي هنا بقى الايه، للكحل بتاعنا من MN برضو. عايزه اقول لكم ان الكحل ده برضو ما بستغناش عنه. هو كده بايه، عامل زي القلم كده الاسنان. شوفوا السن بتاعه بيطلع كده. عايزه اقول لكم ان هو ثابت وجميل جدا، والثمار بتاعه حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. ثباته برضو جميل جدا. ده كان عامل 35 جنيه قلم الكحل ده. جبت كمان مقوي الاظافر ده. بحب ان انا احطه كده ملمع كده للاظافر. ده كده كان عامل 15 جنيه مقوي الاظافر ده. جبت كمان يعني لقيت العطر ده كده اول مره ان انا استخدمه. عايزه اقول لكم ان الريحه بتاعته تحفه. الريحه بتاعته جميله جدا وهاديه كده. اول مره ان انا استخدم العطر ده، بس قلت حاجه تبقى ايه يعني، تغيير كده. دي كده كانت عامله 20 جنيه. دي كده بقى كانت ايه، يعتبر مستحضرات التجميل كده اللي احنا ايه جبناها. نيجي هنا جبت المشط ده. ده مشط من اللي هو الضيق، الاسنان الضيقه دي. عايزه اقول لكم الاتنين مع بعض كده عاملين 5 جنيه. المشط ده كان عامل 5 جنيه. جبت كمان الهراسه دي. انا عندي واحده ستيل بس مش عارفه هي صدت ليه، فجبت اللي هي السيليكون دي. عايزه اقول لكم ان كان سعرها حلو قوي، كان سعرها 12 جنيه. جبت الهراسه دي. إيه رايكم بقى في شكلها؟ جبت طبعا الكليبس او التوكه دي. دي كانت عامله كده 10 جنيه. ايه رايكم بقى في شكلها؟ بحب التوك دي جدا. عندي منها كميات كتير، بس بحب كل ما انزل واجيب حاجه ان انا اجدد. بحب ان انا كل ما انزل اجدد يعني في اشكال التوك وكده. ايه رايكم بقى في شكلها؟ جبت كمان بقى المنظم ده. عايزه اقول لكم ان انا عندي حاجات على التسريحه اللي هي الفرش والحاجات كتير كده اللي هي اللوازم الشخصيه بتاعتنا. قلت ان انا اجيب المنظم العادي ده، احط فيه الحاجه ويلم كل الحاجه اللي ايه، الفرش والحاجات اللي لازماني يعني تبقى في حاجه واحده كده على التسريح. عشان زي ما انتوا عارفين اما يكون في اطفال بيبهدلوا الدنيا جدا. فقلت ان انا اجيب المنظم ده الم في كل حاجه كده وارفعه بعيد عن ايدين ابني يعني. المنظم ده كان عامل 17 جنيه. المنظم ده. جبنا طبعا كمان حاجات كده للريموت. دول كده كانوا ب5 جنيه. وجبت الشرابات بتاعتي دي. دول 3 شرابات كده. حبيت ان انا اوريلكم كل حاجه انا جبتها. دول 3 شرابات كده كانوا عاملين 20 جنيه. وجبت كمان مريالة المطبخ دي. عايزه اقول لكم ان انا
من اكتر الناس اللي بتستهلك مريال للمطبخ، مش عارفه ليه. يعني دايما عندي كده مريالة المطبخ بتتقطع مني على طول، مش عارفه بقى ايه يعني. من استهلاكي مثلا في استهلاك مثلا ميه او كتر شغل او ايه. عايزه اقول لكم ان هي شكلها جميل قوي. طبعا قبل ما اجيبها سالته ان انا بستخدم مريال كتير، قال لي ديت حاجه اسمها ووتر بروف، هتقعد معاكي فتره يعني. ايه رايكم فيها؟ ده كده هوريكم كده الجزء اللي تحت، ده الجزء اللي فوق بتاعها. يعني مريالة مطبخ عادي، بس هو قال لي ده هتقعد معاكي فتره يعني. دي كده كانت مريالة المطبخ. جبت كمان الشنطة دي. عايزة اقول لكم ان انا ما بستغناش عن الشنط دي لاي ظروف. ممكن تاخديها معاكي السوق، ممكن تحط فيها اي ملابس مركونة عندك، ممكن تستخدميها في اي حاجة. فجبت الشنطة دي، كانت عاملة 10 جنيه. عايزة اقول لكم ان انا نسيت ان انا اقول لكم سعر المريالة. بصراحة كان سعرها 50 جنيه دي. بس يا رب بس تعمر معايا، عشان زي ما قلت لكم ان انا المرايل دي ما بتعمرش معايا يعني. نيجي هنا بقى للشوز ده. جبت الشوز ده، بصراحة انا كنت عايزاه بقالي فترة. جبت ده كان عامل 100 جنيه. الشوز ده كان عامل 100 جنيه. نبعده كده شوية. جبت ايه كمان؟ جبت اللعبة دي كده لابني. يعني منها لعبة ومنها اللي هي حاجة تنمي ذكائه شوية. هو طبعا لسه طفل صغير، ما جابش السنتين، بس حبيت ان انا اجيب له اللعبة دي كده يلعب فيها. يحط الدوائر كده، كل دايرة كده في مكانها. اللعبة دي كانت عاملة 35 جنيه، بس طبعا هو ما يغلاش عليه اي حاجة. اللعبة دي كانت عاملة 35 جنيه. جبت له كمان اللعبة دي. ده الشكل بتاعها كده من بره. وده ما فتحتها، ده طبعا احنا فتحنا اللعب دي اول ما جبتها فتحناها. هوريكم كده شكلها. دي كده بتتحط في المكان ده. والدوائر دي بندخلها من الفتحات دي. طبعا دي كده زي نظام لعبة، بس انا برضو حبيت ان انا اجيبها له، ان هو برضو ايه يحط. هو بيحب الحاجات دي، بيحب الدواير، وبيحب الحاجات دي فيلعب بيها. جبت له كده اللعبة دي. هنشيل كده الحاجات بتاعتنا دي كده على جنب. وهوريكم بقى كده معايا. جبت كده ايه وانا جايه كده بالمره، جبت شويه توابل كده. نيجي هنا بقى لتاني جزء معانا، وجزء التوابل. عايزه اقول لكم ان ده كده كمون حصى. جبت دول كده ب20 جنيه. عايزه اقول لكم ان انا بحب ان انا اجيب التوابل بتاعتي كده صحيحه، وانقيها او انضفها وافرمها انا براحتي، عشان طبعا تبقى نظيفه. وكمان بستخدمه في الشرب لما يكون حد تعبان برضو كده. عايزه اقول لكم ان هو ممتاز جدا لما يكون حد عنده انتفاخات او الم في المعده، بيبقى جميل جدا الكمون ده.
فجبت دول كده كانوا عاملين 20 جنيه. جبت كمان ده زعتر، ده اقول لكم ان ده ما بستغناش عنه خالص عشان طبعا القولون وعمايله، وبستخدمه كمان في بعض الاكلات. دول كده كانوا عاملين 5 جنيه الزعتر ده. جبت كمان الكركم ده، دول كده كانوا عاملين 5 جنيه. جبت شوية حاجات كده كانت لازماني. جبت كمان فلفل اسود كده حصى، زي ما قلت لكم ان انا بحب اجيب التوابل بتاعتي حصى كده وانضفها واطحنها على قد ما انا عايزه. دول كده كانوا عاملين 20 جنيه. جبت كمان ده ايه بقى، ده شبه الكمون كده بس ده اسمه كراوية. جبت كراوية طبعا عشان ابني بحب ان انا كل فترة كده اعمل له ببرونة كده منها نضف بطنه. جبت دول كده كانوا عاملين 5 جنيه. وجبت ده بقى ينسون، ده ينسون سايب مش فتل. بنضف برضو الحاجات دي كويس ولو فيها طينة فيها قش فيها اي حاجة بشيلها وبستخدمه استخدام عادي. دول كده كانوا عاملين 5 جنيه. جبت كمان كبابة صيني، عايزه اقول لكم ان هي جميله جدا ونكهتها جميله قوي في الاكل. وعايزه اقول لكم على استخدام كمان ليها، ان انت ممكن تحمصيها كده وتطحنيها وتتقلب على الفلفل الاسود. عايزه اقول لكم بتدي نكهه جميله جدا. دول كده كانوا عاملين 10 جنيه. جبت ايه كمان، جبت دول كده، دول ايه، دول حبهان ومستكه. عايزه اقول لكم ان اي بيت طبعا ما بيستغناش عن التوابل وعن الحاجات دي. دول كده كانوا عاملين 15 جنيه، دي كميته. جبت كمان زبيب، عايزه اقول لكم برضو ان الحاجات دي برضو ما بستغناش عنها. دول كده كانوا عاملين 10 جنيه. اخر حاجه كده في التوابل وفي الحاجه اللي احنا جبناها دي، جبت برضو اللي اعزكم الله دي قعدة حمام كده، جبتها لابني كده عامله زي البوتي كده، معرفش هي اسمها ايه، اسمها بوتي اطفال مكتوب عليها كده. دي كده كانت عامله 30 جنيه، ده الشكل بتاعها. ايه رأيكم بقى في المشتريات بتاعتنا؟ يا رب الفيديو بتاعنا كده ينول اعجابكم، يا رب اكون كده بفيدكم ولو بمعلومة بسيطة، يا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم. طبعا ما تنسونيش بقى باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي كده رأيكم الحلو في التعليقات. ولو لسه كده ما اشتركتيش في القناة بتاعتي يا ريت تشتركي كده وتفعلي الجرس عشان طبعا يوصلك كل جديد بننزله في قناتنا المتواضعة عشان تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. ما تنسونيش حبايب قلبي باللايك الجميل بتاعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.